الفتوى بغير علم منكر عظيم، وهو مما حرمه الله على عباده وجعل مرتبة فوق الشرك. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش. قال سبحانه في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواجب على طالب العلم أن يتقي الله وأن يحذر القول على الله بغير علم، وإذا كان هذا بحق طالب العلم فكيف بغيره؟ لا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم، لا رجل ولا امرأة ولا طالب علم ولا غيره. يجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وأن لا يتكلم في الحلال والحرام إلا بعلم. قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. وأخبر سبحانه في سورة البقرة أن الفتوى بغير علم مما يأمر به الشيطان. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من أمر الشيطان، يأمر الناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحذر من طاعة الشيطان في القول على الله بغير علم والفتوى بغير علم، لا في العبادات ولا في غيرها. يقول الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالفتوى تكون من أهل الذكر، يعني من أهل العلم بالقرآن العظيم والسنة المطهرة. العلماء بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يفتون الناس وهم الذين يسألون. نسأل الله للجميع الهداية، نسأل الله لنا ولإخواننا جميعا الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.